الصيف هجم علينا وبقوة، يا ترى الصن بلوك مهم يكون شنطتنا ولا حاجة ملهاش لازمة وثانوية؟ تعالوا نشوف في الفيديو ده. الحقيقة ان الصن بلوك ده حاجة اساسي لازم تكون في شنطتك، اهم من اي حاجة تانية موجودة في الشنطة. ليه بقى؟ لان اشعة الشمس ممكن تأذيكي، مش بس تسبب لك اسمرار وغمقان ولا كلف وكده وبس، لا ده كمان ممكن تسبب لك شيخوخة مبكرة وتجاعيد مبكرة وانتي لسه اصلا في العشرينات. يعني المفروض حتى لو الشمس مش قوية لازم كل يوم تستخدمي صن بلوك مادام هتمشي في الشمس حتى لو شمس ضعيفة. طيب خلينا بقى في المهم، ازاي اعرف الصن بلوك ده هيحمي بشرتي بجد ولا الصن بلوك ده ملوش لازمة وحطيته زي ما حطيتوش؟ لازم وانت بتشتري الصن بلوك تبصي على العبوة كويس قوي، وهجيب لك مثال دلوقتي. زي مثلا العبوة دي، ده صن بلوك فارم ستي، انا مش هتكلم عنه دلوقتي، ممكن نبقى نتكلم في اخر الفيديو عن انواع الصن بلوك، لكن انا دلوقتي هكلمك عن حاجه مهمه قوي لازم تشوفيها في كل عبوه صن بلوك انت تشتريها. لو تاخدوا بالكم في العبوه هنا من فوق مكتوب عليه SPF 50. طب ايه هي الاس بي اف دي؟ الاس بي اف ده اختصار لحاجه اسمها صن بروتكشن فاكتور. طب مش مهم الاختصار، ايه هو الصن بروتكشن فاكتور ده؟ ده المسؤول عن حمايه بشرتك من اشعه اليو في بي. طب هي اشعه اليو في بي بتاعت الشمس دي مؤذيه؟ مؤذيه جدا. تعالى اقول لك اشعه اليو في بي دي ممكن تعمل ايه في بشرتك. اشعه اليو في بي دي هي اللي بتسبب لك اسمرار وغمقان، وهي اللي بتسبب لك بقع، وهي اللي ممكن توصل ان يحصل حروق لبعض الناس من كتر ما الشمس قويه وبشرتهم حساسه ومش قادره تتحمل، وطبعا مع الوقت بتسبب لك تلف كبير قوي. طب اس بي اف دي معناها انا بحميكي من اشعه اليو في بي. طيب بيتكتب جنب الاس بي اف موجب 30، موجب 50، موجب 100. تعالوا نشوف معنى كل رقم ايه بالظبط. اس بي اف 30 معناه ان هو بيحميكي من اشعه اليو في بي بنسبه 30%، وده مناسب قوي لفصل الشتاء، مناسب قوي لو انت هتستخدمي كل يوم والشمس خفيفه، مش الشمس اللي هي شديده قوي. هيحميكي حمايه بالنسبه لي ده كافي جدا في فصل الشتاء. طيب اس بي اف 50 ده معناه ان هو بيحميكي من 50% من الاشعه بتاعت اليو في بي. طب اس بي اف 100، لا اس بي اف 100 ده رقم مكتوب كده وخلاص عشان مفيش حمايه من اشعه اليو في بي بنسبه 100%، فهنعتبر الاس بي اف 100 اكنه اس بي اف 50 بالظبط. فكده الاس بي اف 50 ده انا بالنسبه لي بيرفكت جدا لفصل الصيف، وكمان حلو قوي للمصيف ولاشعه الشمس المباشره لما تيجي لبشرتي، فهو بيحميني بنسبه 50%، ودي اعلى اس بي اف موجوده. مهما اتكتب رقم اعلى من كده فهي اعتبريها اس بي اف 50. طيب في حاجه كمان مكتوبه برضو على الصن بلوك ولازم نبص عليها، هي ايه؟ بصوا هنا هتلاقوا مكتوب بي اي كابيتال وايه 4 بوزيتيف. ايه كلمه بي اي دي؟ بي اي معناها تحميكي من اشعه اليو في اي. طب هي اشعه اليو في اي دي مضره؟ تعالي اقول لك. عايزه اقول لك ان اشعه اليو في اي دي اخطر كمان من اليو في بي. ليه؟ لان الاشعه دي بتقدر تخترق طبقات الجلد وتوصل لطبقات عميقه وتسبب لي بقى تلف، مش بس تصبغات، لا كمان تسبب لك تجاعيد مبكره وشيخوخه مبكره، وتلاقي الوش بان عليه اجهاد، تبقي انت في العشرين اكنك في الاربعين، تبقي في ال30 واكنك في ال60. عشان كده كل ما زاد عدد البوزيتيف هنا اللي هي علامات الزائد جنب البي اي، كل ما يكون حمايته ضد اليو في اي اعلى من الصن بلوك مثلا اللي مكتوب عليه موجب واحده بس. وخلي بالك بقى من حاجه مهمه جدا، انا اهو رحت الصيدليه واشتريت احسن صن بلوك موجود في الصيدليه ومناسب لبشرتي، واس بي اف موجب 50 وبي اي 4 بوزيتيف، يعني مفيش احسن من كده، وكل مره احط حته صغيره قد كده ولا اكني عملت حاجه. لازم احط كميه مناسبه لبشرتي، ما ينفعش احط كميه صغيره واعتبر نفسي حطيت صن بلوك. ده رقم 1. رقم 2، الصن بلوك لازم يتكرر كل ساعتين، ولو انا مثلا مشيت الصبح قبل ما اروح شغلي في الشمس ساعتها احطه مره، قبل ما اخرج من الشغل وارجع تاني للشمس لازم احط المره الثانيه، عشان ما تجيش تاخدي احسن صن بلوك وفي الاخر ولا اكنك رميتيه في الارض وبشرتك ما استفادتش، وبالعكس اتاذت من الشمس اكتر واكتر كمان. لو وصلتي للنقطه دي في الفيديو فانت كده تقدري تشتري اي صن بلوك من الصيدليه الموثوق فيها وانت مستريحه وانت فاهمه يعني ايه اس بي اف ويعني ايه بي اي، وتقدري تختاري النوع المفضل لبشرتك.
باقي بقى الفيديو هعرض لك مجموعه من الصن بلوك وهقول لك كل نوع ميزته ايه وعيبه ايه. بما اني بقى ماسكه فارم ستاي وهو اللي واخداه كمثال من اول الفيديو، فانا هتكلم عليه اول واحد. فارم ستاي طبعا شركه كويتيه لا غبار عليها، من الشركات اللي انا بحبها قوي، وبحب الصن بلوك بتاعها حرفيا بقالي سنين بستخدم فارم ستاي. طيب اللي انا ماسكاه ده اويل فري، فهو مناسب قوي 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 للبنات اللي بشرتها دهنيه او بشرتها مختلطه وما بتحبش الملمس الدهني على البشره، فهو مناسب قوي في الحته دي. ده غير ان هو اس بي اف قلنا ايه 50 وكمان بي اي 4 بوزيتيف، فهو هيحميكي من اليو في اي واليو في بي بنسبه كويسه. وفارم ستاي ده حجمه 70 مللي. طب لو انا مستغلياه بما انه كوري، طبعا احنا كل الحاجات دي عاملين عليها عروض في صيدليه دكتور ماجد خيري، بس انا مش جايه في الفيديو ده اكلمك عن العروض والحاجات دي. طيب لو انا بشرتي يعني دهنيه لكن انا مش عايزه ادفع فلوس كتير زي اللي انا هدفعها في فارم ستاي، هجيب لك حاجه مصري حلوه وقوامها برده مناسب. هو دراكون، افتح لك حتى العبوه من جوه، ده دراي تاتش، فهو مش هيخلي الملمس الدهني برده موجود على بشرتي، وحجمه حلو 150 جرام وعليه 60 جرام هديه، فهو حجمه كبير هيكفيكي مده كبيره تكاد يعني ممكن سنه او اكتر، وممكن ينفع معاكي كمان لو كذا واحد في البيت تستخدموه في نفس الوقت. وبرده اس بي اف 50 وبيحميكي من اليو في اي واليو في بي. وميزته بجد اللي انا شايفاها انه سعره حلو قوي مقارنه بالحجم بتاعه، عشان هو حجمه كبير يعني يكاد يكون الباكج دي كلها على بعض سعرها قريب جدا جدا من الفارم ستاي، لكن الحجم اضعاف. طيب لو انت بشرتك بقى جافه، يبقى تختاري حاجه من انواع الكريمات زي مثلا دكتور راشيل. دكتور راشيل اولا في ميزه منزل لك كذا نوع حلوه قوي قوي للبنات اللي بشرتها على طول جافه، عشان هو فيه نسبه ترطيب حلوه قوي للبشره وكمان تفتيح للبشره. فلو انت بشرتك من النوع اللي بتغمق من الشمس، فده كده هيعمل لك كومبو 2 في 1، ترطيب وتفتيح وكمان حمايه من الشمس سواء اليو في بي او اليو في اي. الانواع بقى اللي انا بفضلها جدا جدا في المصيف هي السبراي، سواء بقى فوكيشن او دراكون، تستخدمي النوع اللي يريحك. هما الاثنين ووتر بروف، يعني تقدري تنزلي بيهم الميه، مش اول ما انزل الميه يبقى اكني ما حطيتش صن بلوك، لا هيفضل الصن بلوك محطوط على بشرتك عشان هو ووتر ريزيستنت، فدي حاجه مهمه قوي قوي للمصيف. انا بالنسبه لي طيب بعمل ايه؟ انا بالنسبه لي بستخدم في المصايف لازم احط على بشرتي فارم ستاي، وبعد كده طول ما انا بره بفضل اعيد، بس مش بفارم ستاي، بعيد بالسبراي. جسمي طيب الجسم بصراحه انا بستحرم ان انا احط فيه فارم ستاي، هخلصه هوا، فبستخدم السبراي معايا بيبقى سهل. فهو حلو قوي للناس الكسوله والناس اللي مش عايزه ترهق نفسها كل شويه تاخد كريم وتدهنه، خاصه في المصايف بيبقى الجلد حساس اوريدي من الشمس، فسهل استخدامه قوي قوي قوي. حابه اقول لك ان كل المنتجات دي طبعا عليها اوفر في صيدليه دكتور ماجد خيري، ولو انت محتاره تستخدمي ايه لبشرتك ما تتردديش ابدا ابدا انك تبعتي لي مسج وهرد عليكي على طول. كانت معاكم دكتور سيلفانا يسري من صيدليه دكتور ماجد خيري، اشوفكم على خير دايما، باي باي.